السلام عليكم الخوت. من بعد ما هضرنا في الفصل الأول على الكنز اللي تيملكو كل واحد فينا وكيفاش خص الواحد ينقب عليه ويعرف يخدمه، وصلنا دابا الفصل الثاني اللي تيهضر على قدرة العقل الباطن في صنع المعجزات. هاد القدرة اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس وما فاهمينش باللي العقل الباطن هو اللي تيتحكم في الأعضاء ديال الجسم ديالنا. وباش نزيد ندوخك أخويا أكتر، راه هو المسؤول الأول على الفقر اللي تتعيشه غالبية ديال البشر، وهو المسؤول الأول على الترفيح اللي متعين بيها غير شوية ديال الناس، وهو المسؤول على السعادة ديال الإنسان وعلى التعاسة ديالو. شتي أخوتي باش بلا ما نطول عليكم، هو ما تيبقاش يجادلك في القرارات اللي خديتي، ولكن هو تينفذ هاد القرارات تصير بلاص، وهو في حال شي عبد عندك تيكون تحت الإمرة ديالك اللي قلتيها ليه تينفذها. هذا علاش خاصكم تعرفوا أخوتي باللي حنا اللي صنعنا حياتنا بتفكيرنا. أي حاجة تنفكروا فيها تتولي حقيقة وتنعيشوها. باش نبسط لك أكتر، اللي تيخاف من العفريت تيطلع عليه، وهذا مثال مشهور. هنا أخويا خاصك توقف بينك وبين نفسك وتعرف هاد الشيء وتفهمه وتدخله لدماغك، وخاصك تكون عارف باللي عقلك الباطن ما تيفرقش بين الخير أو الشر، بين شي حاجة حقيقية أو غير تدور لك في عقلك أو أنها خيال. بهذا المصطلح هو في حل شي كارت ميموار والذاكرة ديالها كبيرة وكبيرة بزاف. هذا علاش هو في حال شي خزين، أي حاجة تدور عليه تيخزنها في واحد البلاصة سميتها مستودع الذاكرة. هذا علاش أخويا خصك تفهم باللي هو اللي تيرشدك للطريق وتيخليك تعيش الحياة اللي انت في الأصل تتمنحها ليه وتتغديه بهاد الأفكار. وهذا الشيء راه داروا عليه العلماء والباحثين والدارسين دراسات، ولقاو باللي العقل الباطن هو المسؤول على الدقات ديال القلب ديالنا، وهو اللي تيتحكم لينا في الدورة الدموية، وهو اللي تينظم لينا العملية ديال الهضم، وهو المسؤول على الامتصاص وعلى حتى الإخراج. من الآخر هو المسؤول الأول والآخر والمتحكم في كل عمليات والوظائف اللي تيقوم بها الجسد ديالنا. هو راه حل المشاكل صاحبي، هو ما تينعس ما تيشوفه، ما تينعس لا ليل لا نهار، وهو اللي تيخليك تعرف الطريق الصحيح، حيث هو مصدر كل الأفكار الرائعة وكل طموحاتك وأي حاجة باغي توصل لها. وبالفضل ديال العقل الباطن باش ميسي وصل لهذا المستوى العالي اللي هو فيه، وهو اللي خلى كريستيانو رونالدو يتمتع بهذه الرشاقة وعنده جسم خالي من الدهون. وبالفضل ديال العقل الباطن ديالو ولا تيمرر الكرة بلا ما تيشوف في اللاعب اللي غادي يعطيها ليه، وهو اللي خلى الموسيقار الألماني بيتهوفن يلحن سيمفونياته الرائعة وخا كان أصم، وهو اللي خلى واحد الطبيب اسكتلندي سميتو جيمس أزدايل يدير 400 عملية جراحية أيامات الحرب العالمية الثانية، الأذن والحجرة والعين، وقطع أعضاء من الجسم وحيد أورام سرطانية بلا ما يعطي ولو شوكة أو يبلجهم باش ما يحسوا بتا شي حاجة، ولكن كان تيدير ليهم واحد طريقة سميتها التخدير الذهني، واللي غادي يفاجئكم أن هاد المرضى وما مات منهم دا شي واحد وما حس فيهم دا شي واحد بشي ألم. وهذا علاش خاص كل واحد فينا يبقى يصور راسو على الأفكار ديالو وكيفاش
تترجع حقيقة وتتولي واقع تنعيشوه. خاصك تكون عارف بأن عقلك الباطن تيدير واحد العملية تنقل من خلالها الأفكار وتجسدها على أرض الواقع، يعني تتولي حقيقة، هي تكون غير أفكار ومن بعد تتولي واقع تتعيشه، وتقوم بتحويل هذه الأفكار إلى وقائع وأحداث، وتجيب ليك الأشخاص وتقاد ليك الظروف وترجعها لك في حال شي مشهد حقيقي، وخا كانت غير أفكار وخيال وهضرة بينك وبين نفسك. هذا علاش قال لينا واحد الفيلسوف أمريكي سميتو رالف والدو إميرسون باللي المكنون ديال الإنسان وهذا الشيء اللي تنعيشوه ما هو غير داك الشيء اللي تنفكروا فيه طول النهار. وهذا الشيء أكدو عالم النفس الأمريكي الشهير ويليام جيمس، وقال لنا أن القوة اللي تتحرك هذا العالم كامل كاينة في العقل الباطن. الله سبحانه وتعالى ماشي غير جو ميزنا بالعقل على باقي المخلوقات أخوتي. بصراحة احنا غالطين، احنا البشر كرمنا الله بالعقل وميزنا على باقي الحيوانات به. راه هاد الهضرة راها حقيقة، راه العقل عنده واحد القدرة خارقة وخارقة بزاف. وهذا علاش هضرنا في الفصل الأول على الكنز اللي عندنا حنايا وما تنعرفوش نخدموه للصالح ديالنا. المشكلة ديالنا هي أننا حنا ولينا تنخدموه في السلبيات. أنا مدمر، أنت مقلق، أنت كاره هذا وهذا حاقد على هذا وهذا تيحسد هذا، علاش؟ على والو. وباش تأكد من هاد الهضرة على أنها بصح، شوف شنو تيطرى في العالم، شوف غي حداك، شوف في جنبك، شوف الناس اللي دايرين بيك، وغادي تعرف باللي العقل الباطن تيتغذى على الأفكار اللي تتعطيه انت. هذا علاش تتلقى هذا العالم ولا مخربق ولا تيعرف حالة من الفوضى والبؤس، والسعادة ما بقاش لها مكان في حياتنا، وقليل فينا اللي ولا تيعيش سلام داخلي. وهذا نتيجة ديال الأفكار السوداوية اللي ولات تطغى على التفكير ديالنا. بنادم كامل، البشر كله اللي عايش على وجه الكرة الأرضية ما بقى فيهم تشي واحد راضي على حياته، كل شي مدمر، كل شي ولا مقلق، كل شي خايف من غدا، كل شي خايف على والو. بنادم عنده كل شي وخايف لما تبقى عنده تشي حاجة. عباد الله، عباد الله، واش بنادم عنده كل شي وتيتوفر على أي حاجة ومع ذلك تتلقاه متشائم ومدمر وما عمرو تفائل بالخير؟ هنا شوف بعينك كيف ولات الأخلاق ديالنا، ولات الغالبية ديالنا تتعرف انحلال أخلاقي ما عنده مثيل. هذا علاش أخويا غادي نعطيك أعظم سر عرفته البشرية، وهو أن حياتنا كلها من صنع تفكيرنا. غادي نعاودها لك، حياة أي واحد تيصنعها هو براسو. وشوف صحابك اللي كانوا باغيين يدخلوا للبوليس دخلوا للبوليس، صحابك اللي كانوا باغيين يمشيو لأوروبا مشاو لأوروبا، صحابك اللي كانوا تيقراو مزيان وبغاو يكونوا أساتذة ولاو أساتذة. أي واحد تيولي داكشي اللي تيفكر فيه وتيعيشو بينو وبين نفسه، وتيبقى يهضر عليه بينو وبين نفسه وتيتخايلو وتيخدم عليه. ربي تيقول لك تسبب عبدي وانا نعينك. باش تفهم اكثر، اي حاجه تتسيطر على الافكار ديالك والحوارات اللي تدور بينك وبين نفسك، سواء سلبيه او ايجابيه، سواء خير او شر، غادا تبان عليك وغادا تولي واقع معاش وحقيقه غادي تعيشها. ايوا هنا خليني يا خويا نفش قلبي ونسولك على التفكير ديالك كيف داير دابا. واش انت مدمر من حياتك وكاره خوتك ووالديك وصحابك والمدينة اللي عايش فيها؟
ولا فرحان وضاحك وعايش واحد السلام داخلي ومرضي الوالدين ومتفائل بالخير وتتقرا مزيان وعندك واحد النظرة للمستقبل زوينة، وشوف حياتك كي غادا تولي من لهنا واحد ل5 سنين ولا 10 سنين، ولا المهم حياتك غتولي زوينة، غتولي زوينة حيت تفكيرك زوينة صاحبي. وشنو تيدور لك في عقلك دابا النيت؟ وشنو هو الشعور اللي تتحس به دابا على راسك انت؟ واش راضي على راسك ولا لا؟ وهنا غادي نلبس قناع وندير ماسك نغطي به وجهي ونحيد الحجم ما بيني وبينك ونفضح لك هاد الافكار اللي تتعبر بها على كل حاجة فيك. وشنا هي الطاقة اللي انت عاطيها لراسك؟ واش طاقة إيجابية ولا طاقة سلبية؟ شوف ظروفك، شوف حالتك كيف دايرة، واش انت مزوج ولا مطلق ولا ما تتفكرش في الزواج في مرة؟ وهذا هو اللي تنهضروا عليه من بدينا، واللي هو نتاج ديال أفكارك. شوف صحتك الجسدية والنفسية، شوف هاد الأمراض الجلدية وهاد الكزيمة وهاد الأورام السرطانية وهاد القولون العصبي وهاد القرحة اللي تجيك وعدم التحرك وبنادم ولا مسخسق وعيان والآلام اللي تيشعر بيها أي واحد فينا في الجسد ديالنا والإحساس بالإرهاق والتعب وتتولي ما قادرش حتى تزيد وكل شي ولا فينا مقلق وخايف من غدا وما تنبقاوش طايقين حتى في بعضياتنا وحتى في ريوسنا وتندخلوا في واحد الحالة ديال الاكتئاب وتضيق عليك نفسك وما تتبقاش حامل تعيش وتتولي ضحية ديال التفكير ديالك اللي بطبيعة الحال تيديك الانتحار وتهلك ليك غير صحتك. وهذا حتى هو نتاج ديال أفكارك. واجي نهضروا على الفقر اللي تتعيشو دابا انت ولا انتي، وهنا غادي نسولك اخويا، واش تتفكر غير تسلف من هذا وهذا؟ واش تتفكر دير بنادم رزقه وتنصب على هذا وهذا؟ واش انت خايف من الفقر وتتفكر غير فيه؟ واش تفكيرك منصب على الفلوس والثروة وتتخيل راسك غادي تولي مرفح شي نهار؟ حيت إلا كنت تتفكر في الفقر غادي تولي فقير، وإلا كنت تتفكر في المال والثروة غادي تولي غني. انت نتاج ديال الأفكار تدور ليك في عقلك. حياتك أخويا تتنعكس على الأفكار اللي تتفكر فيها وتتعتقدها وتتآمن بيها وتتشوف راسك عايشها، وهاد الأفكار كلها ترسخات لك في عقلك الباطن. هذا علاش اخويا خصك تغير تفكيرك ماشي تغير حياتك. الا كانت افكارك كلها سلبية ومكره من حياتك وهضرتك كلها تدور غير على المشاكل، هنا تتكون تتآدي راسك براسك من خلال داكشي اللي هازو في قلبك من حسد وحقد وكره وحزن وخوف، وهذا هو اللي تيخليك تتعصب وتيبان عليك هاد الشي على شكل رغبة في الانتقام من الآخرين. وهذا علاش تتلقاك ديما عايش وسط المشاكل وحياتك كلها مشكلة وما عمرك غادي تكون مرتاح. هاد الشي هو اللي تيسبب لك قرحة المعدة، تتولي عندك مشاكل في الجهاز الهضمي وتولي عندك طونسيو وتتخربقوا لك دقات القلب وتتولي عندك مشاكل ما عندها لا حد ولا قد، بحال ارتفاع او انخفاض دقة القلب ومشاكل في الدورة الدموية وتتولي متوتر ومقلق خيب بوحدك. وباش تبعد من هاد الأعراض الخطيرة اللي عتدمر لك غير صحتك وحياتك وعتشرفك بلا وقت، إلا ما كنتيش راك شرفتي دابا وانت يالله باقي عندك 40 عام وتتبان عندك 60 عام ولا عندك 30 عام وتتبان عندك 50 عام، ما عليك غير تغذي عقلك الباطن وتعطيه أفكار إيجابية، أفكار بناءة، ومع الوقت ما يبقى فيك لا ألم ولا معاناة، وحيت عقلك الباطن قادر على التغيير في أي وقت وغي تتبدل أفكارك عتلقاه تتأقلم مع الوضع الجديد وعيخليك تنعم بصحة مزيانة وجيدة، حيت هو قادر يعاونك باش
تشافى من أي مرض بقدرة الله تعالى. وهذا علاش خاصك تبقى تطلب الله وتوسل ليه، حيت هو اللي عنده الشفاء وهو اللي قادر يبدل ليك حالك ويرجع ليك صحتك. اختي خويا، خاصك تبقى تفكر مرة باللي عقلك الباطن هو اللي تيسيطر على كل وظائف الحيوية اللي تيديرها الجسم، سواء كنتي ناعس او فايق. خاصك تكون عارف باللي هو اللي تيخلي قلبك خدام والدقات ديالو ما تتوقفش والعضلة ديال القلب تتقلص وتمدد بالامر ديالو، وهو المسؤول على الهواء اللي تتنفسه، وهو اللي تيدخله للرئة، وهو اللي تيقوم بعملية الهضم وإفراز الغدد، وهو اللي تيقوم بكل عمليات المعقدة اللي تيعجز العقل الواعي على أنه يديرها ولا يقوم بها، حيث عقلك الباطن ديما خدام ما تيحبس لا ليل لا نهار، سواء كنتي ناعس سواء كنتي فايق، وبلا ما تتحس وبلا ما تحاول تخدمه نتايا، هو تيخدم اوتوماتيك. هو تيآمن بمبدأ واحد، هو الاعتقاد التام والإيمان الكامل بأن الله هو الشافي وغادي يشافيك. واسمع هاد القصة ديال واحد المرأة اللي ما بقاتش تتشوف، ومن اللي مشات للطبيب ودارت التحاليل قالوا لها الأطباء ما عمرك غادا تولي تشوفي، ولكن من مور هاد الشي بواحد المدة رجعت تشوف، رجعت عينيها كيف كانت في الأول، حيت خدمت عقلها الباطن وبدات تتفكر باللي هي تولي تشوف، وأن الله قادر يرجع لها البصر ديالها، وكانت مآمنة وكان عندها اعتقاد قوي بأن الله غادي يستجب للدعوات ديالها. والسر في هذا الشيء هو الاعتقاد القاطع والإيمان القوي بأن الله غادي يشافيك واخا يكون فيك اللي كان، ما عليك غير ترسل لعقلك الباطن أفكار حقيقية وما فيها لا شك ولا ريبة. وهذا هو اللي يخلي الإيمان بالله والثقة العمياء فيه هي الركيزة الأساسية في تحقيق أي حاجة باغي يوصل ليها بنادم. وهذا على سيدنا عيسى عليه السلام دار بزاف ديال المعجزات، بحال أنه شفى الأعمى والأبرص والأكمه وحيا الموتى وخلق الطير من الطين، حيث كان مآمن بالله وعنده ثقة عمياء بأن الله قادر يحقق ليه هذا الشيء. وفي سورة آل عمران الآية 49 قال لنا الله تعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. صدق الله العظيم. هذا علاش نقول لكم أخوتي باللي الثقة المطلقة والاقتناع التام بأن الله قادر يحقق الشفاء ويعطيك الصحة، وأي حاجة طلبتيها منه غي بالصلاة والدعاء والتضرع والإيمان ثابت والراسخ بأن الله غادي يستجب ليك أي حاجة تترجاها منه، حيث قال لينا في سورة البقرة الآية 186: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. خوتي شوفوا الناس وشنو تتقول على بزاف ديال المعجزات اللي تطرى هنا ولهيه، واسمع الهضرة اللي تتقال على البلايص اللي تيمشيو ليها عباد الله باش يداواو، حيت هما معتقدين بأنهم غير يمشيو مثلا العين الحمراء اللي كاينه في تازة غادي يتشافى من توكال مثلا، ولا عيمشي لهاد السيد وما تبقى فيه حتى شي حاجه، ولا عيمشي لمولاي يعقوب وغادي يبراو من الامراض الجلديه. وبزاف ديال البلايص اللي تيمشيو ليها الناس في العالم كامل. وزيد على هاد الشيء الناس اللي تتاكل مثلا الكمون ولا الزعتر ولا شي مادة أخرى وعلى بالهم أن هاد المواد غادا تشافيهم من الوجع ولا الإسهال ولا الرواح وغيرها من الأمراض، ولكن السر في هاد الشيء كله هو الإيمان
القوي واليقين الصادق والاعتقاد التام بأن هاد الحالات اللي تيتصابوا بها هاد المرضى غادا تزول وما عيبقى عندها لا آثار لا آلام لا حتى شي حاجة، بمجرد أنهم غادي يشربوا هاد المواد أو عيمشيو لهاد البلايص. وهاد الشي كله تيوقع بالقدرة ديال الله سبحانه وتعالى في الأول والآخر، مع الأخذ بالأسباب بطبيعة الحال. خوتي العزاز، كاينة قاعدة وحدة للشفاء، هي القوة اللي كاينة في عقلك الباطن وإيمانك القوي واليقين ديالك التام بأن الله هو الشافي العافي، وما كاين حتى شي واحد أو شي مادة تقدر تشافيك إلى ما شافك الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء تيتوقف عليك انت يا اختي ولا انت اخويا، ملي تتغير الطريقة ديال التفكير ديالك غادي يكون الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نتحدى أي جراح أو بروفيسور أو طبيب شافى شي مريض، وهنا كاين واحد المثال ولا واحد القولة مشهورة تتقول باللي الطبيب تيعالج والله سبحانه وتعالى هو اللي تيشافي وهو اللي تيعافي وهو اللي عنده الدواء ديال اي مرض. وحنا تنشوفوا بزاف ديال الاطباء قالوا لبعض الاشخاص تنعرفوهم ولا تتعرفوهم انتوما بان الحياة ديالهم عندها واحد المدة قصيرة، مثلا ديال 6 شهور او سنة او 4 شهور او شوف شحال ديال الوقت وغادي يموتوا. ولكن الله سبحانه وتعالى يخليهم عايشين 20 عام و30 عام وكتر كاع. هذا باش نقول لك اخويا بان خص كل واحد فينا يعرف باللي الشفاء من اي مرض متوقف على كيفاش انت اللي تقبلتي هذا المرض. وخاص الفكرة ديال الشفاء تكون عندك لداخل في عقلك الباطن، ويكون ايمانك قوي باللي الله سبحانه وتعالى غادي يشافيك غادي يشافيك. شتي اخويا باش نسهل عليك الامور ديال الشفاء والصحة، هي غير مجرد فكرة كاينة في عقلك الداخل. من الحماق ان الواحد فينا يفكر في شي حاجة اللي غادا تضره، وهذا علاش خاصك اخويا تبقى تفكر غير في الحوايج اللي ينفعوك ويفيدوك، وتعرف باللي كل التجارب والأفكار وكل الأحداث والظروف اللي تتعيشها دابا وعشتيها من قبل هي نتاج ديال أفكار كنتي تتفكر فيها، وهي تتعكس غير هاد الشيء اللي تدور بينك وبين نفسك. النفس الأمارة بالسوء، النفس والتفكير الخاوي وعقلك باش عامر هو السبب اللي تيخليك تلوم الظروف وتلوم حياتك وتلوم عائلتك وتلوم الناس اللي خدامين معاك واللي تيتعاملوا معاك وتلوم صحابك. وهنا تتلقى راسك مدابز مع خالتك مع عمك مع خالك مع عمتك مع عائلتك كاملة، وحتى خوتك تتلقى راسك ما بقيتيش مفاهم معاهم، وزيد عليهم جيرانك ما تتبقاش تهضر معاهم ولا تتولي ديما مدابز معاهم. المهم اش نقول لك، تتولي حياتك غاده في النهج اللي انت عطيتيه ليها، او كان تفكير اللي طاغي لك على الافكار اللي تدور لك في عقلك، النفس اللي ما تتخليكش تفكر في داك الشيء الزوين اللي عندك والنعم اللي عاطيك الله سبحانه وتعالى. انا هنا راني ما تنهضرش على النفس اللوامه اللي تترجعك للطريق ولا النفس المطمئنه اللي تتخليك راضي بداك الشيء اللي قسمه لك الله سبحانه وتعالى. وهذا علاش غادي نعطيك واحد النصيحه، وهي تبع العلاج بالصلاه، وهذه أسهل طريقة للواحد باش يتشافى من أي مرض وبيها تبرى من أي حاجة تضرك. حيث ملي تتكون في الصلاة عقلك الواعي وعقلك الباطن تيخدموا بجوجهم في نفس اللحظة وتيكونوا متزامنين مع الذكاء ومرتبطين به، وفي هاد اللحظة بالضبط يحضر فيها
كل حواس، وهنا تيكون عندك شعور قوي بأن الله غادي يستجب ليك الدعوات ديالك كلها، حيت عقلك الواعي تيختار الفكرة ديال الشفاء من أي مرض، وعليها تيخليك تقلب على الأوقات اللي تستجب فيها الله الدعاء وتطلب ويعطيك أي حاجة، وهو ما تيبخل عليك بتا شي حاجة، وتتبدا تدعيه وتتبقى تكرر هذا الدعاء صباح وعشية وفي كل صلاة حتى تتقبلها عقلك الباطن وتعتقد باللي هاد الشيء اللي تطلب من الله راه ولا حقيقة، وغادي يجيب ليك الأحداث والظروف والأشخاص باش توصل أي حاجة طلبتها من الله. وملي عتوصل لهذا الإحساس غادي تبقى حال فمك من داك الشيء اللي عتوصل ليه، وبفضل الله غادي تشوف بعينك أن كل الدعوات اللي كنت تطلبهم منه راهم تحققوا. وأهم حاجة هي ما يكونش عندك شك ولو ذرة ديال الشك باللي ربي ما غاديش يستجب ليك. وزيد على هذا الشيء هو أنك بقى تطلب من عائلتك وصحابك وأي واحد تتعرفه يدعي معاك، صدق وقول للناس ادعي معاك، وصدق وانت على بالك أن هذاك الأمر اللي انت باغيه غادي يتحقق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا داويوا مرضاكم بالصدقة، وهذه أسهل طريقة يعاونوك بها باش توصل أي حاجة وتشافى من أي مرض، حيث الدعاء تكون رغبة ديال الروح الصادقة اللي تتكون جاية من قلبك وتتوجهها للواحد القهار اللي قال لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العظيم. حيث الدعاء الحقيقي هو اللي تيكون جاي من الرغبة ديالنا للصحة وللشفاء وللراحة النفسية والسلام الداخلي والاحتياجاتنا للنعم اللي عاطينا الله سبحانه وتعالى. احنا غافلين على هاد النعم اللي متعنا بهم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو اللي غادي يخلي الدعاء ديالك يكون مستجب، حيث ما عليك غير تكون متيقن وما عندكش ذرة ديال الشك باللي الله ما غاديش يستجب ليك، ويكون إيمانك قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. أجوا نفكر في هذا الحديث مزيان، وتخيل معايا أنك طبعتي في الذهن ديالك الإيمان القوي والثقة العمياء بأن الله غادي يحقق لك أي حاجة تتمناها، وبدأ أخويا تعاود الأمنيات ديالك والمتطلبات ديالك فين ما تبغي تصلي، وبدأ الدعاء بالحمد والصلاة على النبي والشكر لله، واطلب أي حاجة باغيها وكرر العملية في كل صلاة وفي أي دعاء. وعندك تمل أو تشكك في القدرة ديال الله على أنه ما غاديش يستجب ليك الدعاء أو ما غاديش يحقق ليك الأمنيات والطلبات اللي طلبتيه، وكنتي تدعو وتضرع وتدلل ليه، خاصك تكون متيقن ومآمن بأن الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك كل شيء، وأي حاجة طلبتيها منه غادي يحققها لك. قلب غير على باصيص ديال الامل، حفر وغادي تلقى داك الشيء اللي انت باغيه. طرق الابواب وترجى الله وغادي يفتح لك كل ابواب، واخا تسدوا عليك البيبان ربي قادر يفتح لك بيبان الخير، ربي قادر يفتح لك بيبان اخرين ما عمرك كنتي تتوقعهم او خطروا على البال ديالك.
ديالك. خاصك تعرف بأن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى قال لنا في أواخر سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. وهذا علاش خصك تخيل أي حاجة باغيها وتديرها على شكل فكرة في دماغك وبقى ترددها كل نهار صباح وعشية حتى يستقبلها عقلك الباطن ويصدقها وتبرمج عنده الداخل بأنها ولات حقيقة. وهنا ما عليك غير تبقى تدعي بداك الشيء اللي انت باغيه وتبقى تكرر يوميا وتعتقد بأنك حصلت عليه وغادي تتفاجئ من هذاك الشيء اللي كنتي تترسمه في عقلك بدأ يتحقق ليك قدام عينيك ولا حقيقة. وهذا علاش الواحد خاصو يبقى يشكر الله ويحمده على الصحة اللي عاطيه وأنك قادر تخدم عقلك في داك الشيء اللي انت باغيه. واش اخوتي كاين شي واحد يتمنى يكون مريض؟ ولكن اي واحد فينا يتمنى يكون عنده الصحة، حيت هي حقيقة وجودك في هذا الكون. وربي راه خلقك في احسن صورة وكرمك على باقي المخلوقات بالعقل. ملي تتحس بالصحة وتتعترف بها وتتكون منسجم ومتناغم مع راسك ومع الناس، وملي تتعرف باللي هي الأصل في هذه الحياة، هنا غادي تولي تعاود النظر في أفكارك اللي تتصيفتها لعقلك الباطن، وغادي تولي أفكارك كلها إيجابية. وعلى هذا الأساس عتولي تأمل في المبادئ اللي مبني عليها هذا الكون. وهنا غادي تلقى بأن الحساب عنده مبدأ أو قاعدة والخطأ ما عنده لا مبدأ لا قاعدة. وغادي تعرف بأن الصدق عنده مبدأ والكذوب والخداع ما عندهم لا مبدأ لا قاعدة. وغادي تعرف أن الصحة والثراء والذكاء والسعادة والانسجام والتفاهم عندهم مبدأ، ولكن المرض والفقر والجهل والحزن والاختلاف ما عندهم لا مبدأ لا قاعدة في هذه الحياة. وهذا علاش خاصك تعرف باللي عقلك الباطن هو اللي مسؤول على كل أجهزة ديال الجسم، وهو اللي تعطيك الصحة ملي تتفكر فيها. وهنا خاصك تأكد باللي عقلك الباطن تيميل دائما للحياة. وهذا علاش خاصك تبعد من الخوف والقلق والتوتر والحسد والحقد والغيرة. وإلا ما درتيش هاد الشيء وما تيقتيش هاد الحقائق العلمية غادي تجي باغي في راسك وغادي تدمر صحتك الجسدية وحتى صحتك النفسية. وهنا نكون سالينا هذا الفصل الثاني من كتاب قوة عقلك الباطن اللي شرحنا فيه المبادئ اللي خصك تعرف باش تمتع بالصحة وتبعد من التفكير الهدام اللي غادي يخرج لك على حياتك وعلى صحتك. خوتي العزاز، مرة أخرى غادي نطلب منكم اللي باقي ما دارش أبوني يديرها ويتبع القناة ديالي قطار التغيير اللي تتهتم بالصحة ديالكم، واللي باقي ما دارش جيم لهذا الفيديو يديرو ويدير تعليق زوين في حاله. وما بقى ليا غير نقول لكم أخوتي أعانكم الله ودمتم في رعايته وحمايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.